يلا نعمل طواجن محشي، بس مش اي طواجن، طاجن خطير. طاجن محشي بالستيك المشوي كده طعمه في حتة تانية خالص. جربوا كده اي نوع محشي في طاجن ودخلوه الفرن مع لحمة او فراخ، بينقل طعم المحشي لحتة تانية خالص. هتلاقوه مفاجأة بجد. تعالوا بقى نقلب كده الطاجن. شايفين الجمال؟ يتقلب بكل سهولة. وشايفين بقى اللحمة دايبة ومستوية حلو قوي، وسوى الكرنب كمان مظبوط، طعمه حلو قوي. شارب بقى من اللحمة والحاجات الحلوة دي كلها. بقول لكم ايه، ما تيجوا ندخل على الطريق على طول ونسمي الله كده. واول حاجة هبدأ بيها هشوي شرايح الستيك. اول حاجة هتبلها بملح وفلفل، وفي الوقت ده كمان كنت حاطة الجريل يسخن كويس جدا عشان ندي صدمة كده للحمة على طول وتاخد لون حلو من كل جهة. هنتبل بقى بملح وفلفل بالشكل ده، ومش هنحط اي بهارات تانية خالص. ندعكم كويس بالشكل ده. كانت خلاص الجريل عندي سخنت، هنزل فيها بقى بشرايح الستيك ومعاهم معلقة زبدة صغيرة وفصين توم، ولو احتاجنا معلقة زبدة كمان صغيرة واحنا كده بنشوي هنحط كمان معلقة زبدة. لو عندنا زعتر او روزماري فريش ممكن نضيف برضو، بيبقى حلو قوي قوي في الشوي. هنا احنا مش بنسويها قوي، احنا بنديلها صدمة، وكده كده هي هتكمل سواها مع الطاجن. بالشكل ده كده هنخلص بقى كل الكمية بعد ما تاخد اللون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده، اللون البني ده. ده كده لون اللحمة المظبوط. هي برضو ما استوتش، هي تكمل سواها في الطاجن زي ما قلتلكم. وبس كده خلصنا بقى الكمية، وكده خلصنا اللحمة شويناها كلها. تعالوا بقى نحطها على جنب ونبدأ نسلق الكرنب. عندي هنا كرنباية، ومن مواصفات الكرنباية الحلوة ان هي تبقى مهوية بالشكل ده وما تكونش كبيرة قوي، والورق بتاعها يكون مفرغ بالشكل ده. يعني شايفين كده اول ما بدأت ان انا اعملها بالسكينة من فوق، الورق بتاعها طالع معايا بكل سهولة. دي كده كرنباية حلوة، وانتوا بتشتروها دوسوا عليها كده، لقيتوها مهوية شوية هاتوها على طول، بتبقى حلوة ومضمونة. الكبيرة بيبقى ورقها ماسك فيها او بنيجي نقطعها بتتهري مننا وطعمها ما بيكونش حلو قوي، غير ان هي كمان بتتهري مننا في السليق. نطلع بقى الجزء اللي من تحت بالشكل ده، وشايفين كده الورق بتاعها بيطلع معايا بكل سهولة. دي كده كرنباية كويسة جدا. تعالوا بقى نسلقها، بس قبل خطوة السلق هنغسل الورق ده كويس قوي تحت المية. يعني بنغسل الكرنباية قبل ما نسلقها. نلمهم بقى كلهم في طبق ونروح على الحوض نغسلهم وارجع لكم على طول. ويلا بقى نسلق الكرنب على طول. حلة على النار فيها مية مغلية، معلقة كمون، معلقة ملح، ونبدأ ننزل بورق الكرنب كده ورقتين ورقتين، ما نكترش قوي في الحلة. بالظبط دقيقتين 3 وبنطلع الورقة. لو حسينا ان هي استوت مننا بالزيادة نكون مجهزين طبق مية كده جنبنا فيه مية ساقعة او مية من الحنفية عشان نوقف عملية السليق على طول. طب نعرف منين ان هي استوت ولا لا؟ بندوس على العرق اللي فوق ده، لو طري معانا يبقى هو كده استوى وكويس معانا. لو هنحسبها بالوقت يبقى دقيقتين 3 بالكتير، ما تطولوش عليها او في السوا. نطلعها بقى كده على صينية او حاجة تكون مفرودة شوية، وما نحطش الورق فوق بعضه عشان ما يتهريش. بس كده طريقة سلقه بسيطة جدا. زي ما قلت لكم بنشوف كده الحتة اللي فوق دي لو استوت كده خلاص الورقة بتطلع منها، يبقى هو كده استوى معانا. وما تنسوش برضو ان احنا لما بنطلعه البخار بتاعه بيسويه شوية كمان، فما نطولش عليه قوي على النار. هنخلص بقى بقية الكمية، نسيبه يبرد ونعمل صلصة المحشي الخطيرة بتاعتنا دي. حلوة جدا، فيها كام تركاية كده بعملها بتفرق جدا في طعم المحشي. شوية زيت على النار، بصل كتير بقى، انا عارفة ان البصل غالي بس المحشي بيحب البصل. شوية بصل كده حلوين متخرطين على الايد، ودي بتفرق جدا في طعم المحشي. الكبة بتنعم البصل قوي وبيبقى شبه المعصور، لكن تعالوا كده جربوا تقطعوه بايديكم يبقى حلو جدا. واول بصلايه بتاعتي ما دبلت وصفرت بالشكل ده حطيت لها بقى قرن فلفل احمر وقرن فلفل رومي وقرن فلفل شطه صغنون كده، يدي بس للمحشي شويه شطه صغيره. شايفين بقى لون البصل بقى عامل ازاي من قبل ما احط الطماطم؟ نقلب بقى تقلبتين ونحط البهارات بتاعتنا العاديه جدا، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، لو حابين شويه بهارات لحمه، وبس كده. تقلبتين كده والبهارات طلعت ريحتهم، ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا الحلوه دي. الصلصه دي انا عاملاها صلصه بيتي في البيت ومخزناها في الفريزر، الفيديو بتاعها موجود على الصفحه عندي. نقلبها كده ونسيبها على نار هاديه، هي مش هتتسبك لان هي اوريدي صلصه تقيله وبيور كده طبيعيه، فاحنا هنسيبها بس لحد التلج بتاعها ما يفك كده والأطعمة كلها تدخل في بعضها وكده تبقى جاهزة معانا.
وتعالوا بقى نقطع ورق الكرنب. هوريكم طريقتين، طريقة انا يعني مش بفضلها قوي لكن هي برضو كويسة وبتطلع ورق الكرنب مظبوط. دي اول طريقة، ان انا بجيب بلانشة واقطع كده العرق بالشكل ده واطبق الورقة وابدا ان انا اقطعها بالشكل ده. الورق بيطلع حلو ومظبوط ومفيهوش اي مشاكل خالص. طب الطريقة التانية العادية بتاعتي اللي انا بحبها بقى وببقى سريعة جدا فيها متاخدش مني وقت، هقول لكم عليها برضو. انا بقى بحب اقطع الورقة بالشكل ده العرق بتاعها وبعدين الفها رول واقطعها بالشكل ده، والصباع يكون صغنن كده وجميل. والطريقة دي بكون سريعة فيها وما باخدش فيها اي وقت خالص. تعالوا بقى نجهز خلطة المحشي اللي اتجنن دي. كوباية رز مغسولة او كوباية ونص رز مغسولين، عليهم بصلاية مقطعاها برضو على ايديا كده قطع صغيرة، وعليهم رشة ملح ورشة فلفل. والحركة دي بتفرق جدا جدا في طعم المحشي، بجد بتخليه في حتة تانية خالص. ندعك بقى البصلاية بالفلفل بالحاجات دي كلها، ندعكها كويس جدا جدا في قلب الرز بالشكل ده. ونجيب بقى ايه الصلصة بتاعتنا او خلطة المحشي بتاعتنا خلاص جاهزة معانا، ننزل بيها بقى على الرز بالشكل ده. وكمان خضرة مشكلة، شبت وكزبرة وبقدونس. المحشي بيحب الخضرة الكتير والبصل الكتير وان هو يبقى لونه احمر كده زي ما انتوا شايفين. كل ده بيخلي طعم المحشي مميز جدا. نجيب بقى الطاجن بتاعنا الحلو ده، هنفرش فيه ورقة خضرة كده ونحط فيه اي خضار بقى. انا هنا حاطه جزر بصل طماطم، اي خضار انتوا عايزين حطوه. لو عايزين تستغنوا عن خضار مش مشكلة خالص. ونحط شرايح الستيك من تحت بالشكل ده، نرصها بالشكل ده كده، ونبدأ بقى نلف المحشي ونرصه كمان في الطاجن. اول طبقة كده هخليها ايه دايرة كلها، وبعد كده هعكس بقى خليه بالطول شوية، يعني ما نرصوش كله في اتجاه واحد. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي انا عامله حسابي فيها ان انا اعمل برضو طاجن ورق عنب منها، ونفس الخلطه هي لكن الفرق ان انا زودت لها بس شويه دبس رمان. وهنا بقى شايفين دي كده اول طبقه محشي من تحت، حطيت بقى قرنين فلفل رومي كده في النص. وهنكمل طبقات المحشي التانية من فوق لحد ما نخلص بقيه الطاجن، وهنسيب فيه حوالي عقله صباع مسافه علشان يعني يستوي كويس. وكده كده انتوا عارفين ان الرز بيزيد شويه. ومعلقه سمنه بلدي على الوش كده زي ما انتوا شايفين، ونبدا نسقي المحشي بيها ونسيب اخر سطر من المحشي مش عليه شوربه. ودي طريقه التسويه الصح. المحشي الشوربه مش واصله للاخر خالص، وطبعا الشوربه تكون بتغلي. هغطي بقى ايه المحشي كده بورقه كمان كرنب، ورقه زبده، وعليها بقى ورقه فويل على الوش. نكمرها كويس وندخله الفرن. هندخله الفرن اول نص ساعة على نار عالية، وبعد كده هنهدي الفرن عليه خالص كمان نص ساعة لحد ما يتشرب الشوربة ويستوي معانا ويبقى بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. اللحمة دايبة جدا، والله على الجمال والريحة بقى. شايفين بقى الجمال والحلاوة. وكمان مش لازم كرنب خالص، تقدروا تعملوا اي نوع محشي بنفس الطريقة يطلع حلو جدا. تقدروا تعملوه بصدور الدجاج برضو، مش لازم ستيك، بيبقى هايل. شايفين بقى لما قلبته كمان اللحمة دايبة، الرز مستوي، المحشي نفسه طالع مفلفل وحلو قوي قوي. وبس كده، احلى طواجن تقدروا تعملوها هي طواجن المحشي. جربوها ومستنية رأيكم.